الله وبركاته. أنا الدكتورة نانسي محمود، والنهاردة في ميد توكس هنتكلم عن تاني مشكلة بيعاني منها كتير من الناس أول ما بيصحوا من النوم. المرة دي مش هتكون في الإيد، هتكون في الرجل، وهي البلانتر فاشيايتس. لو أنت بتصحى من النوم وبتحس بتيبس ووجع شديد جدا في كعب أو بطن رجلك وما بتقدرش تقف، لكن بتقول إنك لما بتتحرك فترة الوجع بيبدأ إن هو يقل تدريجيا، فأنت غالبا بتعاني من البلانتر فاشيايتس. أي حد بيسمعني دلوقتي هيعرف إن مقطع أيتس جنب أي كلمة معناها انفلاميشن، اللي هو التهاب. الالتهاب في الحالة دي هيكون في حاجة اسمها الفاشية. الفاشية دي هي عبارة عن نسيج بيربط من كعب القدم لحد أصابع القدم. لو احنا بصينا على ايدي كده، لو تخيلنا إن هنا الكعب وهنا صوابع القدم، فالفاشية ماشية بالشكل ده كده من الكعب لصوابع القدم. طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الفاشية دي ليه أصلا؟ أول حاجة علشان تعمل على تدعيم قوس القدم. القدم بتاعتنا النورمال الطبيعية بتبقى واخدة شكل القرش أو القوس، لو بصينا عليها هنلاقيها بالشكل ده بالظبط. هي بتبقى القدم بتاعتنا عاملة كده بالظبط. الفاشية بقى بتبقى ماسكة ما بين كعب القدم لحد أصابع القدم، فتعمل على تدعيم قوس القدم لأن هي ماسكة من بداية ونهاية القوس. تاني حاجة إن هي بتعمل على امتصاص الصدمات. تالت حاجة إن هي كمان بتحميلي الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتعدي تحتيها، وكمان بتعمل على توزيع وزن الجسم بشكل متساوي على القدم. طب ايه هي بقى اسباب حدوث البلانتر فاشيايتس؟ السبب الرئيسي غير معروف، لكن اللي انا هقوله دلوقتي هي عبارة عن ريسك فاكتورز او بنسميها عوامل خطر، بمعنى وجودها قد يكون السبب في حدوث البلانتر فاشيايتس او قد يكون لا. اول حاجة هو تغير في بنية القدم زي الفلات فوت او الهاي ارش. احنا لسه كنا قايلين ان القدم بتاعتي بتكون في شكل الارش او القوس. في الفلات فوت بنسميها القدم المسطحة، بتكون القدم كلها لامسة الارض. تاني حاجة وهو الهاي ارش. الهاي ارش بمعنى ان القوس بتاع الرجل زايد عن الطبيعي، فبالتالي بيعمل على توزيع وزن الجسم بشكل غير متساوي على القدم، فبالتالي هيبقى في مناطق عليها ضغط اكتر من مناطق تانية. تاني حاجة وهو الأوفر يوز، اللي هو زيادة الإجهاد، زي إن أنا أقف أو أمشي أو أجري على أسطح صلبة لفترات طويلة جدا. خليني أضيف معلومة مهمة جدا، وهو إن الأوفر يوز مش بس بيعمل لي بلانتر فاشيتس، ده بيعمل لي حاجة تانية وهي الكسر الإجهادي. الكسر الإجهادي بيحصل نتيجة إن أنا بقف على رجلي لفترة طويلة، زي مثلا الجنود اللي بيقفوا فترة طويلة على رجليهم، أو الدكاترة والممرضين اللي بيقفوا مثلا في جراحة تمتد ل 13-14 ساعة، والموضوع ده بيتكرر كل يوم. فبتلاقي مثلا الجندي يقع مرة واحدة ويحصل له كسر في رجله، وتيجي تسأله تقول له انت وقعت، وقعت على حاجة مثلا، اتخبطت في حاجة، يقول لك لا. ده اللي احنا بنسميه الكسر الإجهادي، وهو ان العظمة بتاعته بتبدأ تتكسر حتة حتة لحد ما بتتكسر كلها ويقع مرة واحدة. تالت حاجة وهي السمنة. أي مشكلة أنا اتكلمت عنها أو بتكلم أو لسه هتكلم عنها، فهتلاقوني دايما حاطة السمنة من ضمن الأسباب، لأن السمنة لو ما كانتش السبب الرئيسي في حدوث المشكلة فهي تعتبر سبب من ضمن الأسباب. علشان كده أي حد بيعاني من السمنة لو سمحت تتعالج فورا، لأن انت واقع في مشكلة كبيرة. رابع حاجة وهو العمر. كل ما العمر بيزيد مرونة الأنسجة بتبدأ إن هي تقل، وكمان قدرة الفشل على امتصاص الصدمات هيبدأ إن هو كمان يقل. خامس حاجة وهي الفوت ويرز، اللي هي الأحذية اللي نروح نشتريها قد تكون سبب في حدوث البلانتر فاشيتس، زي مثلا الفلات شوز أو السليبرز اللي هي أحذية المسطحة، أو قد تكون الأحذية الصلبة جدا أو القديمة والمتهالكة، أو أحذية الكعب العالي زي الهاي هيلز اللي هي الهاي هيلز يعني. طيب، ممكن يكون في أسباب تانية زي مثلا ضعف في عضلات القدم والساق، أو قد يكون حاجة زي الروماتويد فيفر أو الانكلوزنج سبونديولايتس هم السبب في حدوث البلانتر فاشيتس. طيب، هنشخص حالة البلانتر فاشيتس إزاي؟ الاعتماد الأساسي بيكون على الهيستوري أو التاريخ المرضي للبيشنت، وهو إن البيشنت يجي يقولي إن هو بقاله فترة بيحس بوجع شديد جدا في رجله أول ما بيصحى من النوم، ما بيقدرش يتحرك، لكن لما بيتحرك فترة بيبدأ الوجع إن هو يقل. بعمل تاني حاجة وهو البلبيشن، إن أنا بضغط على الأماكن اللي الفاشية ماسكة فيها في القدم بيحس بوجع. بعمل وايند لاس تيست، وهو إن أنا أعمل دورز فليكشن في البيك تو بيحس بوجع. بعمل له جيت اسسمنت، وهو ان انا اخليه يمشي قدامي، فبلاقيه بيمشي على مشط رجله، وده بسبب ان هو مش قادر يحط كعب رجله على الارض. طيب، لو انا شاكك في حاجة تانية بقى زي البونس بورز اللي هي الشوكة العظمية او الكسر الاجهادي اللي احنا قلنا عليه من شوية، فبخليه يعمل اكس راي. وعايز اضيف معلومة مهمة جدا، وهي ان الابحاث اثبتت ان معظم او 82% من الناس اللي عندهم شوكة عظمية ما بيحسوش باي وجع. طيب، آخر حاجة ممكن أشك فيها وهي النقرس.
باختلاف المكان طبعًا هو إن النقرس بيصيب الميتاتارسال بتاع البيك 2 بس برضه لو عشان أتأكد باخلّيه يعمل تحاليل، والطب بقى عندي إن أنا أعمل joint aspiration إن هو ياخد السائل الزلالي اللي حوالين المفصل ويحلّله، لو لقى فيه بلورات حمض اليوريك يبقى هو عنده كده إيه، نقرس. طبعًا أنا ما باحتاجش الحاجات دي كلّها، أنا باحتاجها بس لو أنا شاكك في حاجة تانية، لكن من خلال التاريخ المرضي أنا باتأكد إن هو عنده plantar fasciitis. طيب هنعالج حالة البلانتر فاشيتس إزاي؟ أول حاجة عن طريق العلاج التحفظي والعلاج الطبيعي، وتاني حاجة عن طريق العلاج الجراحي. الأبحاث أثبتت إن حوالي 82% من الناس اللي بيعانوا من البلانتر فاشيتس بيتعالجوا عادي بالعلاج التحفظي والعلاج الطبيعي. هسيب لكم لينك البحث في وصف الفيديو. أول حاجة باطلب من البيشنت إن هو يعمل كمادات تلج على رجله حوالي من 5 ل10 دقايق، أو ممكن يستخدم إزازة تلج ويبدأ إن هو يحرك رجله عليها رايح جاي. تاني حاجة بستخدمها وهي الجبيرة الليلية، ودي بيلبسها البيشنت طول الليل بحيث إن هي تعمل ضغط على الفاشية، فأول ما البيشنت يقوم بتبقى الفاشية مهيئة للحركة، فبالتالي بيقلل إحساسه بالوجع. تالت حاجة هو اللو داي تابينج أو الكينيزيو تيبينج. اللو داي تيبينج بستخدمها أكتر في الحالات الأكيوت، وتاني حاجة الكينيزيو تيبنج بستخدمها أكتر في الحالات الكرونيك. رابع حاجة حقن الكورتيزون، ودي مش بستخدمها إلا في الآخر خالص. بعد كده الأدفانسد ثيرابيز اللي هي العلاجات المتقدمة، وهسيب لكم لينكات الأبحاث بتاعتهم في وصف الفيديو. أول حاجة حقن البوتوكس. أيوة البوتوكس مش إجراء تجميلي بس، لكن له استخدامات علاجية، بس عامة هنا مش هستخدمه على نطاق واسع لأن نسبة نجاحه موصلتش لسه 100%. تاني حاجة وهي حقن البلازما اللي هي الBRB، ودي فعلا بستخدمها دلوقتي لأنها تحتوي على جروث فاكتورز اللي بتساعد في تقليل الالتهاب، وكمان التيشو ريجنريشن اللي هو إعادة بناء الأنسجة. تالت حاجة وهي سوائل الحبل السري والمشيمة، ودي برضو بتحتوي على الجروث فاكتورز اللي بتساعد في التيشو ريجنريشن. أما بالنسبة بقى للعلاج الجراحي فالمشهور فيه حاجتين. أول حاجة إن أنا بعمل ريليز، يعني بقطع جزء من الفاشية فبالتالي بقلل الضغط على بقية الفاشية، أو تاني حاجة إن أنا بعمل إطالة لعضلات الساق. تعالوا بينا بقى أقول لكم على بروجرام كامل نعمله في البيت. أول حاجة هعمل الورمينج أب اللي هو التسخين زي ما هيظهر في الفيديو جنبي دلوقتي، اللي هو فيه الرولينج مساج. الرولينج مساج هو عبارة عن إن أنا بجيب كور صغيرة أو كورة صغيرة، لو مش متوفرة ممكن أجيب إزازة تلج أحطها تحت رجلي وأبدأ أحرك رجلي عليها رايح جاي، واستمر على الموضوع ده دقيقة لدقيقتين، ده علشان يقلل الاستفنس وكمان يهيئ الأنسجة بتاعتي للحركة. تاني حاجة هعملها وهي الاسترتشنج اكسرسايزز، وهنا هعمل استرتش للفاشية وهنعمل استرتش للكف مصر. أول حاجة المانيوال استرتش، وهنا هعمل استرتش للفاشية زي ما هيظهر في الصورة كده، إن أنا هقعد وهحط رجل على رجل وهبدأ إن أنا أمسك صوابع الرجل بإيدي، والإيد التانية همسك بيها الكعب وأحرك رجلي بالشكل ده أو في شكل نص دايرة. هثبت في الوضع ده حوالي 20-30 ثانية وهكرره حوالي 3 مرات. تاني وضعية أو تاني ستريتش هنعمله هو ستريتشنج للكف ماسلز. أول حاجة ببدأ إن أنا أحط إيدي على الحيطة، وبعد كده بفرد رجلي اللي أنا المفروض هعمل فيها ستريتشنج لورا، والكعب هيبقى على الأرض والرجل اللي قدام هتبقى متنية زي ما هيظهر في الفيديو، وأبدأ إن أنا أميل بجسمي على الحيطة لحد ما أحس باسترتش في عضلات الساق. لو أنا عايزة أفوكس أكتر على السوليوس ماسل فممكن نعمل فليكشن هنا في الني اللي ورا، وهثبت في الوضع ده حوالي 20-30 ثانية برضو هكرره حوالي 3 مرات. تالت استرتش هنعمله هنا هيعمل استرتش للاتنين الفاشية والكف ماسل، وهو التاول استرتش زي ما هيظهر برضو في الفيديو قدامي، وهو ان انا بقعد وبفرد رجلي لقدام وبجيب زي فوطة وبلفها حوالين رجلي، بس اهم حاجة اركزها اكتر على الصوابع وابدأ ان انا اشد الفوطة ناحيتي. هو المفروض ان هو بيفوكس اكتر ان هو يعمل لي ستريتش لعضلات الساق، لكن برضو بما ان هو بيحرك صوابع رجلي ناحيتي فهو بالتالي بيعمل ستريتش برضو للفاشية، ويبقى انا كده عملت استرتش للاتنين. تالت نوع بقى من التمارين اللي احنا هنشتغلها هنا في البيت وهو السترينثينج اكسرسايزز. اول حاجه اللي هي التاول كيرل. التاول كيرل زي ما هيظهر في الصوره هو ان انا بجيب فوطه وبحطها تحت رجلي وابدا ان انا امسكها بصوابع رجلي واسيب، امسك واسيب، اكرر الموضوع ده حوالي من 10 ل 15 مره في مجموعتين او 3 مجاميع.
تاني حاجة وهي الماربل بيك اب. الماربل بيك اب زي ان انا بجيب كور صغيرة او بيلي وطبق، وببدأ ان انا امسك البلية بصوابع رجلي وابدأ ان انا احطها في الطبق زي ما بيظهر معايا في الصورة، وامسك البلية بصوابع رجلي واحطها في الطبق. بكرر الموضوع ده برضو من 10 ل 15 مرة في مجموعتين او 3 مجاميع. تالت حاجة ممكن اعملها اللي هو الهيل ريزس، هو ان انا بقف على مشط رجلي، ارفع رجلي لفوق واقف على مشط رجلي وانزل بالراحة وابدأ ارفع وانزل وهكذا. بكرر برضو الموضوع ده من 10 ل 15 مرة في مجموعتين او 3 مجاميع زي ما هيظهر معايا في الصورة دلوقتي. وبس كده، دي كانت الاكسرسايزز اللي انا ممكن اعملها في البيت. هكرر الموضوع ده مرتين في اليوم، مرة اول ما اصحى من النوم ومرة قبل ما انام. ممكن اول ما اصحى وقبل ما انام نعمل التاول ستريتش، ممكن نعمل المانيوال ستريتشنج، وكمان في نص اليوم ممكن تعمل التاول كيرل، ممكن تعمل الماربل بيك اب، ممكن تعمل الهيل ريزس. والموضوع ده علشان يديك نتيجة محتاج تستمر عليه من 6 ل 8 أسابيع، لأن الفكرة كلها في الاستمرارية. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة عن البلانتر فاشيتس. لو عايزين تستفسروا عن أي حاجة في الحلقة اكتبولي في الكومنتس. لو عايزين موضوعات معينة نتكلم عليها في الحلقات التانية برضو اكتبولي في الكومنتس. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.